أهلا بيكم. أنا دكتورة آية عسل، طبيبة أطفال، وهدفي هنا أكون جنب كل أم عشان تطمن وتفهم وتتعامل مع طفلها بثقة. فيديو النهاردة مهم جدا، هنتكلم فيه عن تطعيم السنة. إيه التطعيمات اللي الطفل بياخدها، إيه الأعراض المتوقعة، وإزاي تتعاملي معاها بهدوء، وإمتى تأجلي التطعيم. عند سن سنة الطفل بياخد مجموعة من التطعيمات الأساسية جدا، وهي الجرعة الأولى من الثلاثي الفيروسي، الحصبة والحصبة الألماني والنكاف، وبياخد الجرعة المنشطة من شلل الأطفال اللي سبق وأخدها مع كل تطعيم عن طريق الفم. وحقيقي هو من التطعيمات البسيطة، لأن الطفل بياخد فيهم حقنة واحدة مجمعة الثلاثي الفيروسي دول تحت الجلد في الدراع اليمين، ونقطتين عن طريق الفم. طيب ايه هي الأعراض المتوقعة بعد التطعيم؟ مهم جدا نعرف ان في شوية أعراض طبيعية ممكن تحصل بعد التطعيم، زي ارتفاع في درجة الحرارة، أو تورم واحمرار مكان الحقنة، نوم أكتر من المعتاد، أو عصبية شوية. في بعض الأطفال ممكن يحصل طفح جلد خفيف بعد أسبوع تقريبا من التطعيم، بس كل الأعراض دي بسيطة ومؤقتة ومش مقلقة. بس ضروري المواظبة على إعطاء الطفل كمية سوائل كافية من المية والرضاعة عشان الطفل ما يتعبش أو يتعرض لجفاف. لو في حرارة أعلى من 38 درجة ونص، ممكن ندي قطارة ستال كل 6 ساعات، أو 5 سنتي بروفين كل 8 ساعات. ممكن نعمل كمادات مية دافية مكان التطعيم، والتزام الراحة، يعني بلاش خروجات أو أماكن مزدحمة في الوقت ده. طب إمتى نأجل التطعيم؟ في حالات معينة لازم تأجلي فيها التطعيم. لو الطفل عنده سخونية عالية، أو عدوى حادة زي التهاب في الحلق، أو نزلة شعبية، أو إسهال شديد. لو الطفل بياخد علاج بيأثر على المناعة زي الكورتيزون لفترة طويلة، أو علاج كيماوي. أو الطفل لسه آخد تطعيم حي زي تطعيم الجديري في الفترة دي. لازم يكون الفرق بينه وبين تطعيم السنة أقل حاجة 4 أسابيع، يعني شهر. تطعيم السنة بيخوف أمهات كتير، وده طبيعي، بس دي خطوة مهمة جدا عشان تحمي ابنك من أمراض خطيرة. وطول ما انت فاهمة وواعية هتعرفي تتعاملي معاه بهدوء وتعدي المرحلة دي بسلام. ما تنسيش لو استفدتي من الفيديو تعملي لايك وتشتركي في القناة وتفعلي الجرس عشان توصلك الفيديوهات الجديدة. وسيبيلي في التعليقات ايه كانت تجربتك مع تطعيم السنة. كمان تابعينا على انستجرام وفيسبوك عشان توصلك النصايح اليومية المبسطة.